ام العريس خد بالك يا عريس، دي من اهم السلامات بتاعت الاستاذ علاء طلب. السلام اللي هيقوله ده دي من اهم السلامات واللي هو بيعشقه شخصيا. استاذ علاء اسمع بقى شويه الكلام اللي جايين دول بقى انت وعروستك. ام العريس فين هنا؟ ام العروسه هنا. العريس العروسه احلى عروسه. بص يا اسماء، انا بقول الكلام ده في معظم الافراح لانه بيتحسب عليا، واعتبري اخوك الكبير بينصحك، ابوكي بينصحك. عبده واسماء، انا بقول لك لسانك حصانك، لسانك حصانك ان صمتيه وان هنتيه. طب ما احنا مش سامعين حاجه من عريسها معناها. انتوا معايا؟ ولو العيب في المايك نغيره. لا عادي. بقول لك لسانك حصانك ان صمتيه وان هنتيه. هاني اكتر حاجه تنغص على الراجل حياته في بيته وتخليه يطفش من مراته، لا قلة مال ولا قلة جمال. والله العظيم يا اسماء هي طولة اللسان والرغي عمال على بطال. قول له صح. والله ده حد مراته بتغص عليه. اوعوا تقولي له رايح فين ولا تقولي له جاي منين ولا تقولي له على التليفون بتكلم ايه ولا تقولي له اتأخرت ليه ولا تقولي له ان دخل عليك بايده فاضية زي الناس الفاضية. تقول له دخلت عليا بايه ولا تقولي له في عيد ميلادك وعيد جوازك وعيد الحب وعيد الام هتجيب لي ايه. عيد ابو عباده خليك يجيب اللي يجيبه، خليك يجيب اللي يجيبه، هيديكي كل اللي في جيبه ويديكي قلبه ويديكي حباب عليه. الله اكبر يا عم علي. ما بيسمعونا سافه يا جدعان، ما بيسمعونا سافه. والله العظيم لو تسمعوا الكلام الراجل ما بيحبش اللي يعني عليه. ام العروسه هنا، ام العروسه تعالي يا نبي، تعالي هاتوا لي ام العروسه وام العريس. يا عم خيري ابو العريس فين؟ يا عم خيري، يا عم خيري فين يا عم خيري؟ تعالى يا عم خيري والنبي. تعالى يا عم خيري، خد تعالى